وفي فترة كذا وكذا مصر قوية وقادرة أن تثأر لدماء أبنائها. في مشكلة جات لي من منطقة عين السيرة، نفس المشكلة ونفس البلوك. أنا بشكر اللواء أحمد عبد الرب ورئيس الحي، بجد راجل مش مخلف جهد. المشكلة اللي جات لي متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي. هنسيب مياه الشرب وهنمسك في الصرف الصحي، هنحط عيش على أم الخير. بلوكات بتنهار وبلوكات هتقع بسبب وجود البالوعات الصرف الصحي أسفل هذه البلوكات. يمكن ربما لأن الحكومة ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده والشركة القابضة ما تعرفش حاجة عن هذا الموضوع، لكن أنا معايا دلوقتي العميد محيي الصرفي المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. سيادة العميد. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. الله يخليك. فندم، احنا في المشكلة دي جات لنا من منطقة مصر القديمة، منطقة عين السيرة، بلوك 15 مدخل 3. ايوه. بخصوص ان بلوعات الصرف الصحي اسفل كل البلوكات مباشرة، مما بتعرض ان المنطقة دي او البلوكات دي مياه الصرف ضاربة في جدران العقار. ايوه. فالناس كان ليهم طلب ان هذه البلوعات يتم نقلها الى امام البلوك بمسافه 2 او 3 متر. هو بعد اذن حضرتك يا فندم، انا الشكوى لما جات لي قالت لي ان البلوكات معرضه للانهيار بسبب طفح الصرف الصحي في مدخل رقم 3 بلوك 15 مساكن عين السيره. تمام يا فندم. تمام يا فندم. انا بعت الناس بتوع الصرف الصحي على طول، بلغت 175 وقلت لهم في الشكوى الفلانيه ولو سمحتوا اطلعوا وكلموني من هناك. هم طلعوا، الناس راحوا بصوا لقوا طبعا حاجه انا ماليش دعوه بيها خالص. دي ناس اهالي بنت اكستنشن تاني جنب العماره بتاعتهم عشان ياخدوا مساحه من الشارع يضيفوها لشققهم. راحوا من ضمن الحاجات راحوا بانيين على مطابق الصرف الصحي بتاعه العماره نفسها، مش بتاعه الشارع. بتاعه العماره. تمام حضرتك. المهم دي غرف تفتيش بتاعه العماره هم بنوا عليها. طيب هم عايزين ينقلوها. حضرتك انا ليا الخط الرئيسي بس والوصله الفرعيه اللي داخل العقار. هم عايزين يغيروا حاجه هم استحدثوها، هم يدفعوا ثمنها حضرتك واحنا ما عندناش اي مانع. وانا قابلت النهارده يعني على التليفون الاستاذ سيد النجار اللي موجود في العقار وقال لي لا انا ما عنديش مشكله خالص، هي بس احنا فعلا عايزين ننقل الترانشات ديت اللي هي غرف التفتيش ننقلها. قلت له يا فندم دي حاجه انتوا استحدثتوها، دي تعملوها على حسابكم. احنا مستعدين تقدموا طلب نقول لكم ديت مصاريفها كذا، حضرتكم تحت امركم نعملها لكم مفيش مشاكل خالص. الناس واكتر من واحد اتصل يعني كلمته في نفس العقار وهم تفهموا الموضوع وتحت امر حضرتك وتحت امر الساده السكان ان هم يوصلوا لغايه جنوب صرف صحي الجنوب. رئيس الفرع هناك المهندس رفعت كان بنفسه النهارده وهو خد معاهم البيانات وقال لهم اتفضلوا عندنا قدموا الطلب، احنا هنعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. تمام يا فندم. سياده العميد، طبعا هذا جهد مشكور وغير غريب عنك. يعني احنا من زمان كنا بنتعامل مع بعض، والصراحه يعني من ايام مشكله الفيوم وانتم لم تدخروا جهد في حل مشاكل المواطنين التي نقوم بعرضها عليكم. لكن انا ليا طلب تاني اخر عند حضرتك. ان احنا نحاول ان احنا حتى نشوف الناس لو تقدر تعملها بالقسط، لان اللي عرفته ما عندناش مشكله ما عندناش مشكله. احنا يا فندم بس احنا اللي احنا بنطلبه من الساده المواطنين ان لما يجيلي انا شكوى تجيلي الشكوى بالفعل اللي هم عايزينه، مش يعني حضرتك لما يتقال لي البيوت هتنهار بسبب طفح الصرف الصحي يكونوا صادقين في اللي بيقولوه، يكونوا صادقين في اللي بيقولوه. بس تمام سياده العميد. امرهم دول اهالينا واحنا بنخدمهم من غير يعني احنا نتمنى خدمتهم وتحت امرك ولو حتى بالقسط ما فيش مشكله. احنا نشوف الطلب ونشوف التكلفه قد ايه المقايسه
تمام. يدفعوا ايه الجزء وايه الباقي اللي هناخده بالقسط. تمام. يعني ما فيش مشكله خالص. والباشمهندس رفعت انسان يعني متفاهم. تمام. الباشمهندس منصور رئيس الشركه يعني انسان يعني بسرعه التلبيه اللي بينفذوها بيريحوا المواطن، واحنا تحت امر حضرتك، تحت امر المواطن. انا بشكرك سياده العميد، وارجو ان انت هتتبنى معايا هذا الملف، لان انا هتبناه بنفسي انا ايضا ان شاء الله. انا بشكرك سياده العميد، انا بشكرك سياده العميد. شكرا يا فندم، شكرا، تحياتي. دي الناس المحترمه اللي عايزه تساعد في حل مشاكل المواطنين. النهارده الصبحيه لما جات لي الصرخه والاستغاثه اتصلت برئيس الشركه القابضه وكلمنا العميد محيي، والناس ابدوا تفهم لهذا الامر. شكلي ان انا هرجع تاني لما قبل 25 يناير وهمسك الخرزانه للمسؤولين. ليه؟ لان المواطن المصري هو سيد هذه الامه، هو مصدر كل السلطات. هطلع من البلوعات للشرطه، احنا كلنا عايزين جهاز شرطه فاعل، جهاز شرطه قوي، لكن بلا ايامه وبلا تناكه على المخلوقات. لما في مخرج زميل يتعرض ان هو واقف في كمين، الضابط يجي يقوم جاي قايل له ايه؟ بيقول له يا فندم انا مخرج، راجل ابن ناس. يقول له يا فندم انا مخرج، يقول له مخرج تعالى يا بتاع الافلام الكرتون. عيب يا حضره الضابط، انت جايب 50% في ثانويه عامه وبقيت ضابط. تمام؟ ده جايب 95%. انا ما بقللش من حجمك، انت بتلاقي مخاطر وبنساعد الشرطه ان هي تقوم وتعافى، لكن زي ما انت بتعرف تاكل وبتعرف تشرب وعايش حياتك حلو، اعرف ازاي تعامل المواطنين كويس. مش هطول عليكم، البقيه تاتي. وخلي بالكم انا زي ما قلت لن ارحم ولن اتهاون في حقوق المواطنين. برنامج رجل مهم هو السيف المسلط على رقبه اي مسؤول يحاول ان هو يتعدى على حق مواطن. مش هطول عليكم. ضيفي النهارده راجل قدم حياته وقدم كل ما يملك لهذا الوطن. ضيفي النهارده الشهيد الحي عبد الجواد محمد سويلم، شيخ المقاتلين. راجل دخل معركة غير متكافئة مع تيار إسرائيلي. إيه اللي حصل؟ هنعرفه من التقرير، وهيدخل ضيفي بعد هذا التقرير. تابعوني. اليد العليا لمن يملك البحر، اليد العليا لمن يملك السلاح، اليد العليا لمن يملك السماء، اليد العليا لمن يملك المعلومات. يا أبناء المصريين، من عند حدود مصر الشرقية العدو جاي لنا عشان يتحدى حضارة الحرية ويحول حضارتكم رمال ويهد تاريخ البشرية. احنا مش رايحين نعتدي على حق غيرنا، احنا عايزين الأمان لمصرنا من حقد غيرنا. جيشنا مش جيش اعتداء، مصر جيشها يبقى امان لخيرها.
فرحان بلونك بشرفك، عشت معاكي أقوى لحظات حياتي، انتي جزء مني وانا جزء منك، اتمنيت اندفن فيكي وبيكي. كم تغنى المصريون حين قالوا حب الوطن فرض علي. حب الوطن غريزة سامية وشعور يصعب على الإنسان أن يصفه، شعور يمتزج بلحمه ودمه ويخالط همه وتفكيره، ولا بد أن يترجم ترجمة تسمو بصدق الانتماء، يتجاوز فيها المرء الانتماءات الفكرية والولاءات المنقطعة. وقد ترجمت قواتنا المسلحة كل هذه المعاني في الحروب التي خاضتها عبر تاريخها المشرف إلى الأبد. تم تجنيد القوات المسلحة في عام 66 اللي أنا خدمت فيه وحدة الصاعقة، بس ما كانش هو سلاحي الأساسي. يعني سلاح الصاعقة بيتميز عن جميع أسلحة القوات المسلحة بأن أفراده ليهم مهام خاصة عن الجيش كله بالكامل، أو بالتحديد كده الحاجة اللي واقفة عقدة قدام الجيش الصاعقة بتحلها. ساعدت للصاعقة لأن استعدادي النفسي والمعنوي مش هيحتوي غير الصاعقة، وبالتحديد أنا جاهز للموت، وبالتحديد نفسي استشهد. والواحد ما بيخش الجيش السلاح اللي هو عاوزه، مش على كيفه، هي مش وصية. فكان ليا أخ غير شقيق ربنا يمد في عمره اسمه الحاج علي سليم، كان برتب مساعد في منطقة تجنيد تل كبير لقيته في الزقازيق. فأنا لما تابعت الصاعقة في عام 56 في بورسعيد وشغلها وأدائها الرائع في بورسعيد تحت قيادة أبو الصاعقة العظيم والأب روحي الصاعقة وأبويا أنا شخصيا جلال الهريدي، جلال محمود فهمي الهريدي، كان نفسي أكون واحد من رجالته. تم تجنيدي اللي بيقولوا عليها بقى الواسطة، أنا اتجندت حرس جمهوري. فكان أخويا غير الشقيق بيخدم في هذه المنطقة التجنيد الكبير اللي هي بلاد الزقازيق، وقلت له يا علي أنا عاوز أخش الصاعقة. قال لي يا ما فيش غير الصاعقة. قلت له مفيش غير الصاعقة دي. قال ده بياكلوا حمير وبياكلوا كلاب وبياكلوا تعابين. قلت له مين اللي هياكل؟ أنا ولا أنت؟ قال في خسائر كتير جامده كتير جدا في التدريب ومش عارف ايه. قلت له مش موت، انا عاوز اموت. فالمهم اتجندت يعني عشان القوام الرشيق والعود الطويل تم ترشيح الحرس الجمهوري اللي هو بيعتبر يعني شرف لاي انسان ان يكون في حرس الرئاسه. وحرس الرئاسه وقتها بين عبد الناصر وما ادراك ما عبد الناصر، كان كل انسان يتمنى ان يخدم ويشوف جمال عبد الناصر. فاتجندت حرس جمهوري لمده ساعتين بالظبط. الشاويش نده عليا سلاحك حرس جمهوري، رحت جاري من قدامه على المكتب بتاع اخويا الموجود في المنطقه، الحقني يا علي. قلت له ودوني حرس جمهوري. قال لي امك ده عيالك هتشوف جمال عبد الناصر والملك فيصل والملك حسين وتشوف القاهره ومش عارف ايه. قلت له انت موعدني بالصاعقه. خدني من ايدي ورحنا قابلنا الضابط اللي بيوزع الاسلحه، دخل عليه قال له يا فندم عاوزين نغير سلاح بتاع اخويا، السلاح اللي هو فيه ده الحرس الجمهوري. قال له لا حرس جمهوري صعب عليه، هنوديه خدمات طبيه او مركبات او اشاره، الاسلحه المعاونه دي. فقال له فندم عاوز يخش الصاعقه. لا ده عاوز يخش الصاعقه. فانا طبعا شارب عسكريه، مش حافظ عسكريه، شارب عسكريه. ابويا كان متطوع في حرس الحدود، ليا اخويا اللي غير شقيق كان مرتب مساعد، ليا اخ مجند كان في سلاح الاشاره، وانا طالع عشق رهيب للعسكريه. فبصيت للضابط وكان معاه رائد، والعسكري بقى شاربها ازاي؟ انه لو قال لا هيروح للحرس الجمهوري لا رد لقضاء، ما اقدرش لو خد قرار مش هيرجع فيه. فقلت له يا فندم ابوس جزمه سيادتك. فقال له علي ده عاوز يبوس الجزمه على روح الصاعقه، ده اللي بينفع هناك يا علي. العقيده القتاليه بتاعت الصاعقه وبتحديد منطقه القناه اللي شفناه من الاستعمار خلانا يعني مش انا بس، كل شعب منطقه القناه كان كله عاوز يعني يشتغل في المقاومه. شعب عظيم جدا، شعب لما بس انت اذنه يحطيه في مزنقه وتتفرجي على الشعب المصري يعمل ايه. واحنا قاريين التاريخ كله. فطبعا عقيده الصاعقه بالذات، احنا عقيده فرد الصاعقه عقيدته هجوميه وليس دفاعيه. عقيده فرد الصاعقه دايما يهجم على العدو، يجيب يقتله
يأسر منه، يخطف سلاحه، يخطف اسراره، خرايطه، معلوماته كلها. وذاك فرد الصعق بيعتبر فرد هجومي وعقيدته قتاليه ان يموت دفاعا عن الوطن. الشهيد الحي، بطل معارك الاستنزاف، شيخ المحاربين، كلها ألقاب للجندي البطل عبد الجواد سويلم، الذي صاغ ببطولاته معان جديدة للتضحية والفداء تتعلمها وتتوارثها الأجيال. فهو بطل معارك الاستنزاف وانتصارات أكتوبر، الذي ضحى بنصف جسده من أجل مصر، ويتمنى أن يضحي بباقي جسده من أجل تراب هذا البلد. لحظي الحلو ان ربنا رضي بالخير ورضي بالتكريم، ان انفرد بيه احد الطيارين الاسرائيليين، ودارت معركه بينه غير متكافئه بالمره، لان دي طياره قلعه حربيه، طائره فيها قنابل وصواريخ ورشاشات، وانا بسلاحي الالي والخنجر والبلطه وشويه قنابل، وده تسليح الصعقه. فطبعا يعني نزل عليا برشاشات يضرب فيا، فكنت اهرب منه يمين وشمال. انا مش خايف من الموت، بس لسه سينا محتله ومحتاجه عرقي لسه. يضرب فيا يمين يضرب فيا شمال، اهرب منه يمين وشمال، وفي نفس الوقت انا بضرب عليه بسلاح الشخص اللي معايا الالي. بضرب عليه عشان حاجتين: اولا ببعت له رساله مش خايف منك، وفي نفس الوقت سلاح بيرفع الروح المعنويه للي حامله. حاول كتير يضرب فيا، وطبعا شباب وسن 23 سنه واسم الصعقه ده على فكره عامل زي يعني اللي ما يحسش بيه اللي دخل من خضر الصعقه، اسم رهيب جدا. احس ان بتاع صعقه، حاسس اني عاوز اطلع وراه اجيبه من السما وافرتكه من الطياره. فكنت بقول له ان كنت راجل انزل لي، اعمل له كده، هو شايفني، انزل لي. وطبعا مع الحركه السريعه عشان ما يصطادنيش، اتغاظ مني او لقي مفيش امل برشات، راح ضربني صاروخ ليكرمني الله سبحانه وتعالى في اغلى واعز مكان، ميدان القتال، ميدان الشرف والدفاع عن الوطن. ضربني بصاروخ ليكرمني الله سبحانه وتعالى ب5 أوسمة وناشين في التو اللحظه، وهي بتر الساق الشمال وبتر الساق اليمين وبتر الساعد الايمن وفخذ العين اليمنى وجرح كبير غائب الظهر. اترميت على الارض ما حسيتش بحاجه، يعني انا لو ناموس قرصتني كنت حسيت. اترميت على الارض ما حسيتش بحاجه، لكن حسيت ان في حاجه، في صوت شديد حصل، صوت انفجار. بس فبص قدام مني على بعد امتار لقيت ساقين مرميين ودراع، ساقين مرميين ودراع. طبعا يعني مش حاسب حاجه. الطيران الاربع طيارات دول قعدوا حوالي 5-6 دقايق ومشوا. الطيران هي يعني حاربوا بالثواني راقت زي الصعقه. فانا جيت اقوم عشان اشوف مين زمايلي اللي جسمه جاع عند مين. جيت اقوم، ما قدرتش اقوم، لقيت رجليا 2 متقطعين ودراعي وعيني ما حسيتش بيها، نص البصر نصه راح يعني، مش حاسس بحاجه خالص. فبصيت لنفسي واتاكدت، قعدت اعد 1 2 3 متقطعين وارجع اعد في نفسي 1 2 3، فاتكت ان انا. لكن بقول وبقسم بالله العظيم ان احلى لحظات عمري ساعه ما انضربت بالصاروخ. الشهاده اللي بدور عليها وانا عندي 10 سنين، اللي بستناها هي دي لحظات وتصعد الروح الى بريئها. دي احلى لحظات عمري. اما احلى منظر صر عيني بعد الكعبه الاحرام والدماء تروي ارض سيناء الحبيبه. في 5 من يونيو عام 67 كانت النكسة، هذه النكسة التي أبدا لم يكن الجيش المصري سببا فيها، بل كان أحد ضحاياها. الجيش المصري لم يعطى الفرصة أبدا ليعبر عن نفسه، هكذا قال الرئيس السادات في معرض حديثه عنها: موت وما تأثرش، لأن هياخدوا مني معلومات هتبوظ الدنيا خالص، عن زمايلي في الصعقة، عن الجيش المصري، عن الأمن القومي. وأنا كنت عارف كل حاجة، مش كنت جندي ببص للساعة هطلع امتى من الجيش، كنت شارب مصر في دمي. نطقت الشهادتين كراجل مسلم وأشهدت الله على نفسي إن أنا ما بنتحرش. قلت يا ربي أنت عارف أنا بعمل ليه كده. ورحت حط السلاح في صدري الشمال، والسقاطة على وضع الآلي والخزنة فيها 30 طلقة،
ورحت ضاغط الزناد او التتك للخلف، ست دفعه على ما يطلع 4 2 اللي يطلع، ما طلعتش وطلع. ما طلعتش وطلع. يعني معجزه. الصاروخ ما موتنيش، البنيه رافضه تضرب، رافضه تضرب بامر الله، رافضه تضرب بامر الله. بحاول بقى، اللي ما ضربتش في شويه رمله جم في الاجزاء بتاعتها، الحركه الميكانيكيه هي وقفت، فبنفخ فيها عشان اضرب نفسي تاني. لقيت ايد بتتمد عليها وتشيلها. قائد العمليه الملازم اول عيد زكي ابراهيم، قائد العمليه، شد السلاح من ايدي وامنه ورماه على الارض، وشاف رجلي مقطعه ودراعي، جاب رباط الميدان، في رباط ميدان كده للاصابات، يعني اصابات صغيره مش تقطيع يعني. خد الرباط بتاعي، الميدان بتاعي، ربط ما كفاش، خد بتاعه هو كمان ما كفاش، راح قلع الغير الداخلي من جسمه وراح مقطعه وبدا يربط على بيت الجروح المقطعه في جسمه. والدتي لما عرفت وراحت المستشفى بعد مده كده، دخلت من بره وراحت مزغرطه وبتقول الحمد لله ان انا عرفت ربي بطل للوطن، وكانت فرحانه وسعيده جدا، واطلقت على البطل من بيها 35 سنه ما ندريش الا بالبطل. اشترك في 18 عملية عبور داخل وخلف خطوط القوات الإسرائيلية، وتمكن من تدمير 16 دبابة و11 مدرعة وبلدوزرين وعربتي جب وأتوبيس، كل هذا بمفرده، كما شارك رفاقه الأبطال في تدمير 6 طائرات إسرائيلية خلال هجومهم على مطار المليز. 7 يوم لأفاجئ بالقائد والزعيم المرحوم جمال عبد الناصر ومعاه سيادة الفريق محمد فوزي رحمة الله عليهم في زيارة مفاجئة للمستشفى. ما عرفتش قبلها الا بساعة، قالوا لي إن الرئيس جاي لك أو زيارة كبيرة جاي لك هنا. فجالي لما قالوا له وعرفوا واحد من رجالته وإنه راجل من رجالة الصاعقة، مش شلفط متقطع حتت. الراجل كان راجل عظيم، وكان راجل يقدر كل واحد ويدي كل واحد حقه. يجي يزور جندي، مش ضابط، الجندي جاي له زارني في المستشفى وقعد يحاورني حوالي بتاع ربع ساعه وثلث ساعه في العمليه. هو عارف كل حاجه، هو بيرفع روح المعنويه مرفوع على نار السماء. بعد انتهاء الزياره وهو ماشي، انت عاوز حاجه؟ قلت يا فندم عاوز. عاوز ايه؟ قلت له عود الميدان مره ثانيه. فاصب الذهول، لاني انا عليا برفان معمول على برفان، يعني كل قطن مش لابس حاجه. فبص لقيني من رجلي مقطعه ودراعي قرمه كده. فالراجل اصب الذهول، قال له يا فوزي ما دام روحي موجوده هنصر ان شاء الله. يا فوزي ده شهيد الحي، ده شهيد الحي، قطع يا شهيد الحي. 7 يوم الاصابه بتاعتي رحمه الله رزق جمال عبد الناصر. ورجعت تاني للجبهه تاني. مش قله رجاله، مصر كلها رجاله. حاولوا يرفدوني من الجيش، ما قدروش، ما عرفوش يرفدوني، لان كنت يعني دايما اقول لهم هشتكيكوا للرئيس السادات. حصل وقف اطلاق النار اللي هو قبل حرب اكتوبر، فكنت بادي ندوات ومحاضرات لزمايلي برجال الصاعقه واحسهم على القتال. احنا بنموت ليه؟ بندافع ليه؟ وبقول لهم شويه مرتزقه يجوا خدوا ارضنا، جايين من انحاء العالم ياخدوا ارضنا، واحنا لازم يعني نعرفهم ان دي مصر ونحررها منهم. 4 سنين وانا قاعد في وحدتي باصابه عجز 100%. قامت حرب اكتوبر، كنت انا في الاجازه بتاعتي موجود مهجر في ابو حماد شرقيه. فلما سمعت اول بيان اذاعه في الراديو من المرحوم فهيم وصبري سلامه في الاذاعه، قلت حرب الزنزانه بدات تاني. لكن استمر القتال من الساعه 2 الظهر، بقينا بالليل، بقينا الساعه 11 بالليل 12 بالليل. قلت لا، دي حاجه الجيش عبر، الجيش عدى، الجيش عايز استولى خط بارليف. كنت انا بالفجر ماشي جاي من ابو حماد على الجبهه. صحيح تعبت جدا من المخابرات والتحالف العسكريه والشرطه العسكريه، تعبوني جدا. يعني انا ماشي واحد مصاب بعصايه ودروعه مقطوع ولابس ميري، انت رايح فين؟ بطلع السلاح من جيبي بقى، الشهادات المكتوبه ان انا مصاب فين وعملت ايه ودمرت قد ايه. وقعدت ابكي من الفرحه وانضميت على زمايلي. يعني الشرطه في جوه في الميدان، الشرطه بتوجه، العسكريه بتوجه الوحدات. قعدت اسال على الصاعقه اللي هنا الكتيبه الفلانيه لغايه ما وصلت عندهم. فوجئ القائد والضباط، فوجئ ان معاهم في النار في الدم، مش بيصرخوا، مش مصدقين. قلت لهم انا يعني قاعد معاكم اللحظه دي. حصل البطل على العديد من التكريمات، بداية من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث منحه نوط الشجاعة العسكري،
كما كرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد توليه رئاسة الجمهورية في شهر أكتوبر عام 1970. وأيضا كرمه الرئيس السابق محمد حسني مبارك في الاحتفالات باليوبيل الفضي لانتصارات أكتوبر، فقد كرم الصاعقة ممثلة في شخصه. أنا شايف المستقبل اللي جاي إن شاء الله مصر هتعيش أحلى وأزهى عصورها اللي جاية، والآية بيننا، وتقولوا الراجل ده قال لنا الكلام ده وإحنا بنطبق. مصر بإذن الله الرحمن الرحيم سوف تعيش أزهى عصورها، هترجع لعهد ما أحلى من عهد عبد الناصر والسادات، هترجع تاني مصر، لأن في مصر في يد أمينة، وأنا واثق تماما إن مصر ولادة وطول عمرها ولادة وساعة، ومصر قد تمرض، مصر قد تمرض ولكن لا تموت. اللي محبط ده هو اللي أحبط نفسه. أنا كنت متقطع رجلي ودراعي وكنت بقاتل. يعني ممكن إنسان يبقى عايش وميت، وممكن يبقى ميت وعايش. الإرادة موجودة والعزيمة موجودة، وأنا عندي 67 سنة جاهز الآن لاستشهاد دفاعا عن مصر الآن هذه اللحظة. رجل مهم. اليد العليا لمن يملك البحر، اليد العليا لمن يملك السلاح، اليد العليا لمن يملك السماء، اليد العليا لمن يملك المعلومات. مصر لا تمرض، أو مصر تمرض لكنها لا تموت. رجل المهام الصعبة الشهيد الحي عبد الجواد محمد. أنا برحب بيك يا فندم. أهلا بيك يا دكتور أحمد، وكل سنة طيب والله، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. أهلا بيك. أهلا معاك. عم عبد الجواد، مصر كلها والعالم شافوا بطولاتك وشافوا تضحياتك قد إيه من أجل هذا الوطن. هنعمل مقارنة بسيطة ما بين الشباب في عهدك والشباب دلوقتي، وبعد كده أنت هتحكي لي، سيبنا من التقرير، هتحكي لي تفاصيل المعركة زي ما حكيتها لي قبل كده في مبنى البانوراما ومبنى المخابرات. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما عملتش حاجة جديدة، أنا كنت بأدي واجبي تجاه الوطن. الوطن كان في خطر. أي فندم. الوطن كان في خطر، وواجبي أديته بأمانة، ومش أنا بس اللي كنت بأدي واجبي ساعتها. كان كل الشعب المصري واقف على رجل واحدة. لما الشعب المصري حس بالخطر وحس ان الارض راحت منها جزء غالي، الشعب المصري كله وقف على رجل واحده. والشباب كان طليعه هذا الشعب، لان الشباب هو الوقود، هو القوه، هو السواعد. فاحنا يعني انا يعني بحمد الله سبحانه وتعالى ان كنت هذا الجيل اللي سطر هذه الملحمه. يعني ما اديتش اكتر من واجبي، وما اديتش اكتر من دوري انني بدافع عن الوطن. ما عملش جديد. في قدم احسن مني. يعني انا دخلت الحرب وانا سني 19 سنه. ورفضت الخدمه مع جمال عبد الناصر، وصممت ان انت تلتحق بسلاح الصعق. الرئيس جمال عبد الناصر على دماغي من فوق، بس يعني انا مكاني مش حراسه الرئاسه ولا حراسه القصور، ده شرف عظيم ليا، بس مكاني مش هنا. أنا عارف إمكانياتي، نفسي أموت. كانت أمنيتي أقسم بالله العظيم وأنا عندي 10 سنين، نفسي أموت شهيد دفاع عن الوطن، في سبيل الله دفاع عن الوطن. وأنا عندي 10 سنين من أيام حرب 56. فطبعا يعني لما رحت للحرس الجمهوري، يعني أخويا الله يمد في أجله الحاج علي سليم، أخويا غير الشقيق، قلت له شوف الصعقة هخدم فيها، يعني هخدم فيها، أنا مكاني فيها. إمكانياتي النفسية والمعنوية لن يحتويها غير الصعقة. تمام. واحد جاهز الموت، لقوا خامة عندهم جميلة جدا، خامة جاهزة، عجينة جاهزة، شكلوا زي ما عاوزين. فلما رحت هناك وعرفوا القادة بتوعي وأنا مستجد إن أنا جيت الصعقة اللي بيقولوا عليها الواسطة، أصابهم الذهول، لأن الناس بتهرب منها. في ناس كانت بتهرب من الصعقة، يعني نفسها ضعيفة، أو ما عندوش الكفاءة، أو ما عندوش استعداد،
ما عندوش استعداد يعرق، ما عندوش استعداد يضحي من اجل الوطن، بس فئه صغيره مش كتير يعني. فالراجل ذهل يعني وبغير السلاح، قال لي ده يعني انت عارف رايح فين؟ قلت له رايح للموت. انا عارف الصاعقه، رايح للموت. انا عاوز اكون بالذات في هذا السلاح، لانه سلاح الصاعقه هو سلاح هجومي وليس دفاعي. انا مش عاوز اقف على الدبابه على راسي والمدفع على راسي، بس مش عاوز اضرب وانا بعيد عن العدو، انا عاوز اشتبك معاه. عاوز اكون متلاحم مع العدو. خدت بال حضرتك؟ ف يعني كان صعب جدا لما رحت الصاعقه، كانت خدت مني شويه تعب جدا. في سؤال بسيط بس كده بيقولوا لي عليه دلوقتي، هل في الصاعقه فعلا كنتوا بتاكلوا كلاب وقطط وحاجات زي كده؟ ومعفنه بقى لها 15 يوم و20 يوم كمان. مش قله اكل. في الاكل في الصاعقه الله يمد في عمره ابو الصاعقه العظيم سياده الفريق جلال الهريدي، تمام. كان بياكلنا احلى اكل، احلى عيش كان بيجي لنا، احلى فراخ مش دنماركيه بقى، فراخ بلدي. الدور فراخ والمغرب لحمه. مش لا، هو بعودك في الصحراء تاكل حمير وكلاب وتعابين وفران عشان لما تتزنق تسد. لما يحطك خلف خطوط العدو تسد. ما تقولش بقى انا تضيع عشان ما اكلتش او ما شربتش، لا احنا كنا بنقعد بال10 ايام من غير اكل ومن غير ميه. هم علمونا على كده، نخلق اكل ونخلق ميه، كل حاجه عندنا تتاكل مع التراب، بناكل كل حاجه. تمام. هم مش قله اكل يعني، الحمير والكلاب والتعابين والفران مش قله اكل، لا ده اسمه تطعيم. تطعيم للمواقف الصعبه. انا عايز اسال حضرتك على يوم الاصابه. انا عرفت ان انت، ويمكن الرئيس جمال عبد الناصر قال لك حد يقاتل طياره ببندقيه. احكي لي الاجواء كانت عايشه ازاي وعملت ايه. انا متخيل كده الموقف، انت بتجري والطياره بتضرب عليك بالمدافع بتاعتها، نجيت منها ازاي؟ لا انا ما بجريش منه، انا كنت بحاوله. هو احنا كان في عمليه خلف الخطوط، تدمير منطقه دير العدو، كانت منطقه صعبه جدا. احنا معلش عشان نعرف بس قيمه العمل اللي بتأديه مجموعه صغيره، 17 18 فرد بنأديه، مجموعه صغيره، بس شوف قيمه العمل اللي بنأديه. مجموعه اداريه، مخازن للعدو، اسلحه وذخيره ضخمه جدا، بتمد خرط بارليف من الخلف الى الامام. ضربناها بالطريق الثقيل، قذافات القنابل، ضربناها بصواريخ الارض ما عادش في حاجه. فدايما القياده عندها السلاح الرئيسي والسلاح الذري بتاعنا المقاتل المصري. فتم تكليف هذه المجموعه اللي ربنا شرفني وكنت من ضمنهم، ورحنا باختصار للمنطقه دي ودمرناها ورجعنا بسلام. واحنا راجعين المسافه كانت حوالي 35 كيلو، قلنا 4 طيارات رد فعل التدمير بتاع العدو بتاعنا على العدو، رد الفعل. انا كنت متاخر ورا زمايلي بحوالي نص كيلو. احنا ماشيين حاجه اسمه تشكيل ميداني، بالنهار لينا وضع في المشيان وبالليل لنا وضع في المشيان، فانا متاخر ورا زمايلي على نص كيلو، بادي عمل معين او عمل ما مش هقوله لان من اسرار القوات المسلحه او من اسرار مصر. اموت والسر ده معايا مش هقوله، سر مصر مش بتاعي. فكنت متاخر، فجاي بقى لاحق زمايلي، فيجوا 4 طيارات يضربوا فينا كلنا. فانا كنت ماشي لوحدي وطول بقى وصعقه ومتشمر وتمام التمام، والارض مفتوحه زي كف ايدك. في كده لما تبص في عالم الحيوان تلاقي الاسد يسيب القطيع ويجري ورا غزاله لوحدها. اهو انا كنت الغزاله دي اللي الطيار خد قرار بضربي، انفرد بيه، خلاص انفرد بيه. فانا طبعا احنا معديين كلنا وعارفين ان هنموت وهنتقطع، احنا عارفين ده مش جديد بالنسبه لنا، وكل يوم عندنا شهداء، كل يوم عندنا مصابين. بنحمي الوطن، دم الوطن بيتحمي بالدم والارواح، مش بيتحمي بالكلام. فلقيته منقض عليا بالرشاشات. الطياره دي قلعه مرعبه، صواريخ وقنابل ورشاشات مرعبه. فنزل عليا بالرشاشات. انا طبعا لما اعرفه هيضرب اروح جاري منه يمين وشمال بسرعه، اسرع من الفهد، يمين وشمال اهرب منه. كل ما ينقض عليه اهرب منه، وفي نفس الوقت انا بضرب عليه بالسلاح الآلي. البوديه مش هتعمل له حاجه، بس انا ببعت له برضه، انت بتضرب وانت راكب السما وبقنابلك بصواريخ برشاتك وانا مش خايف منك. بسلاح الشخص كنت اضرب عليه دفعات، السلاح بيرفع روحه المعنويه، وبعت له رساله مش خايف منك. وجت ضرب عليا يجي اكتر من 7 8 دقايق بالرشاط. فجري ومحاولتي ليه مش خوف من الموت، لا انا مش خايف من الموت، نفسي استشهد بس ما عرضش نفسي للموت، والا هبقى قتيل مش هبقى شهيد.
الشهيد لابد ان يكون لابد ان يباغتني الخطر، مقبلا غير مدبرا. يغبطني الصاروخ، يباغتني غصبا عني، ما اقولوش اقول له انا عايز ابقى شهيد، لا ما ينفعش، يضربني بقى غصبا عني او حتى كده. فطبعا باجي يمين واجري شمال، راح لما مش عارف يجيبني، مش عارف يجيبني خالص. فما تبصش دلوقتي وانا عندي داخل في 70 سنه، ربنا يديك الصحه. لا بص وانا عندي 23 سنه يا دكتور احمد. ايوه 23 سنه بقى، صحه قول زي ما انت عاوز تقول، قول زي ما هو تقول في الصحه، قول ما تحافظ عليها لمصر، الصحه متحافظ عليها لمصر عشان نحميها بالصحه، مش نحميها بناس عيانه ولا ناس بتكح لا، وشويه مولوتوف وشويه ضرب ومطالب فئويه والحاجات دي. هم دول الابطال وهم دول الرجاله اللي كانوا عايزين يبنوا بلدنا. لا انا بقول لك اهو. انا برضو قبل ما تتطرق يعني نكمل بقيه المأموريه، انت كنت بعد نكسه 67 واسرائيل عملت عمايل وحشه في الجبهه المصريه. عملت جيتوا انتوا بعد منها باسبوع وقفتوا كل هذه الجحافل وكل هذه القوات بقوه قوامها 30 فرد. انت كنت واحد من الرجاله اللي وقفوا. فصيله، هي فصيله الصاعقه، كنتوا 30 نفر وقفتوا الجيش الاسرائيلي والامريكان. جاي يقول انت لو شفته مرعب، بس ما فيش محل لازم نوقفه، دي امر الزعيم. وقفتوا الجيش الاسرائيلي بكامل عتاده ب 30 فرد. 30 فرد. ايوه احنا خسرنا من بعض الشهداء اللي فازوا بالجائزه يوميها 10 شهداء و10 مصابين من 30، لكن قتلنا 81 فرد، والقوه اتدمر 3/4 وسابوا بعد كده مدبات دايره وجريوا. جاي يعني يقول مدرع فوق اكتر من كتيبه. دي معركه راس العش. طبعا. يعني بعد الهزيمه ب 20 يوم بالظبط. ايوه. فجر 1 يوليو 67. فانا بهرب منه، مش خايف من الموت، نفسي في الشهاده. ده للطيار بقى اللي كان بيقاتلك. انا مش خايف منه واضربه. وبعدين انا عاوز اعمل حاجه قبل ما اموت، واتاكدت تماما ان انا في اليوم ده شهيد، وهيأت نفسي تماما لهذه اللحظات انا استشهد. فبس عاوز اعمل حاجه قبل اموت برضه، يعني اموت وانا بقتل اللي داخل ارضي. فاعمل له كده، كنت راجل انزل لي ايد طويله وبعمل كده، ففيها الاشاره. قال لك ده مش هينفع مع رشاط، اخبطه بصاروخ. ضربك بصاروخ؟ راح ضربني بصاروخ. لقيت نفسي طاير، ما حسيتش بحاجه، طاير واترميت على الارض، مش حاسس بحاجه خالص، يعني ورقصت ناموسه. ما حسيتش باي حاجه خالص؟ لا ما حسيتش الا بعد 24 ساعه. والاصابه كانت بعد 24 ساعه؟ بعد 24 ساعه ما حسيت بالارض. وانت في الارض في الميدان كانت الاصابه عباره عن؟ هو راح ضربني بصاروخ، الصاروخ نتج عن انفجاره بتر الساق اليمين وبتر الساق الشمال وبتر الساعد الايمن وفقد العين اليمنى وجرح كبير غائر بالظهر. يعني ما فيش رجلين الاثنين مبتوره. دراعه، يعني انا عايز بس الكاميرا تيجي معايا دلوقتي، هشوف دراع عم عبد الجواد. احنا نجيب الدراع هو الدراع. يا ريت الكاميرا تيجي معايا دلوقتي. وهنشوف. معلش هو ده خارج عن كل بروتوكولات التصوير والاعلام. من الكلام ده انا جاهز. ده دراع عم عبد الجواد. دراعي انا هو مجهزه، يعني ده دراعه، دراعي، وادي عيني هي اللي اتقلعت. الكاميرا تقرب معانا. وادي عيني ده قلاعه، دراعه. وادي عينه، وادي عيني، والرجلين الاثنين مش موجودين. وادي الرجلين اهم يعني رجلين الاثنين عباره عن ساقين خشب. خشب. يعني انا مش لاقي حاجه اعملها او اقولها غير ان بدي ده بالعافيه، انا بدي دوري. لا اقبل يدك. انت بتدي دورك وانا بدي واجبي، انت كل واحد بيدي واجبه. هي دي مصر، وهم دول المصريين، وهم دول الابطال. ربنا يبارك لك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. ربنا يخليك يا فندم. هنرجع نكمل حلقتنا تاني. انا عارف ان كل ده خارج عن ما نقوم به من اعلام. اتفضل يا فندم. قلت له انزل لي، كنت راجل ليكرمني المولى سبحانه وتعالى، انما الاعمال بالنيات، ليكرمني باعز واغلى تكريم حصلت عليه. انا متكرم من زعام مصر الثلاثه، متكرم من عبد الناصر ومن السادات ومن حسني مبارك، متكرم من الثلاثه، ولكن تكريم المولى سبحانه وتعالى له مذاق خاص. بتر الساق اليمين وبتر الساق الشمال وبتر الساعد الايمن وفقد العين اليمنى وجرح كبير غير بالظهر. اترميت على الارض مش حاسس بحاجه خالص. الطيران مشي. يعني المعركه دي حوالي 7-8 دقايق ومشي الطيران، يعني خلاها رماد خلاص. تمام. بطرت رجليك. فانا جيت ببص قدام مني، لقيت في اجزاء اشلاء ادميه متبعتره، فانا قلت يا ترى مين من زمايلي اللي جسمه وجع عندي هنا. فجيت اقوم لجسمي خدلان. انت مش عارف دول مين خالص ولا حاجه؟ لا، ما هم مرمين كده بعيد عني، يجي بتاع 6-7 متر. فانا بقول يا ترى مين جسمه وجع عندي هنا من زمايلي. جيت اقوم لقيت جسمي خدلان، ببص كده لقيت الساقين مبتورين زي ما بتقطع الخياره، ودي طايره، ونص نظري راح، 50% من نظري راح. رحت باصص كده، اتاكدت ان انا، فقعدت دقيقه
بعد الصاروخ ما انفجر دقيقه بالظبط ان حد بقى يجيني، ما حدش يجاني. هنعرف لما محدش جالك ايه اللي حصل في الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله هنكمل الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. يا ترى هتفاجئنا بايه في الحلقه الجايه؟ لا ده في مفاجات كبيره جدا خالص، يعني ان انا كنت بضرب نفسي بالسلاح عشان العدو ما يسرنيش، واتشلت 11 كيلو على اعناق زمايلي من عمق سيناء الى الغرب، واتشلت من حته اسمها تينا الى بورسعيد. الابطال العظماء الاعزاء، البطل عبد الفتاح عمران من اسكندريه، والبطل احمد ياسين من راس غير البحر الاحمر، والبطل احمد صبر عوض من زفت غربيه. ضربوا دول هم الابطال مش انا، لو مش هم بعد فضل ربنا ما كنتش هكون معاك. طبعا هنستعرض كل هذه الأحداث وتفاصيل المعركة وكيفية النجاة وكيفية تكريم الرؤساء للشهيد الحي عبد الجواد محمد في الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت مكة المكرمة. أشكركم وتابعونا في حلقة جديدة. مصر البلد، معا نبني البلد. إن نجاحنا للآن في قضية البلاد يعود أولا وأخيرا إلى تضافركم معنا بقلوبكم. احنا لا يمكن نبيع استقلالنا عشان 30 مليون جنيه ولا 40 مليون جنيه ولا 50 مليون جنيه. العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. ثورة المصريين ما كانتش ثورة جياع أبدا. ما بين يحيى النظام ويسقط النظام. أنا والنظام. مر على مصر أكثر من 60 عاما. أنا والنظام. انتهت الملكية وأعلنت الجمهورية. عاش المصريون تحت حكم 7 رؤساء، اختلفت بداياتهم كما اختلفت نهاياتهم. أنا والنظام. منهم من جاء بثورة، ومنهم من رحل بثورة، منهم من هتفت له الجماهير وحملته على الأعناق، ومنهم من طلبته بالرحيل دون أدنى اشتياق. انتظروني في أنا والنظام. أنا والنظام مع الكاتب الصحفي صفوة عمران. مين فينا ما عندوش سؤال في الدين؟ مين فينا ما عندوش مشكلة محتاج يحلها؟ مين فينا